صديقي، بعد نجاح الكوين الفضة اللي كنا بنركبه في السبح وعليه اسمك ومفيش أعز وأغلى من اسمك، كان لازم أفكر في فكرة خارج الصندوق. فعملت صندوق، عملت الكوين المرة دي بطريقة مبتكرة وذكية جدا وتحفة، وتاخد عدد من الآيات القرآنية وتاخد اسمك كمان بمساحة أكبر. بدل ما يكون عندنا كوين وجهين بقى عندنا كوين بست أوجه. كمان عاوز أقولك إن كل اللي كسب الكوين المدور لأنه ما كانش محطوط في حتة الكوميرشال تماما، لأنه كان يستاهل وزنه فعليا فضة، وكنت عامله تقيل غير المتواجد في السوق، فكان لازم أعمل حاجة بنفس التميز والجودة. الكوين سيبنا وجه فاضي هيكون عليه الاسم، ووجه ختم النبوة، الختم الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، توجه حيث شئت فإنك منصور، ووجه الآية الكريمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.